فيديوهاتك مش سينمائيه مش بس عشان الكاميرا، عشان في 3 حاجات انت دايما بتريح دماغك منهم. اول حاجه هي قبل التصوير، انك تخلي الاضاءه فعلا سينمائيه جوه اللوكيشن بتاعك. ده فيديو كليب لسه مصورينه من قريب. قبل التصوير بكام يوم رحت اللوكيشن وبكاميرا الموبايل بدات اصور كذا صوره، لأنا ممكن احط الاضاءه فين واحط الكاميرا فين. نوصل لتاني حاجه، خدت الصور دي وبدات اجرب على بريمير كذا لط بحيث ان انا اشوف ايه انسب لط ممكن استخدمه. وصلت اللط اسمه درايف، مع العلم ان انا بصور ريك 709 لان الكاميرا بتاعتي ما بتصورش غير ريك 709. تالت حاجه بقى بعد التصوير، خدت الماتيريال بتاعتي وحطيتها جوه بريمير وبدات اظبط الكالر كوركشن لحد ما وصلت النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لي. حطيت اللط بتاعي اللي انا اصلا كنت عارفه زي كده. الصوره حلوه بس لسه ناقصها شويه حاجات، شويه جرين على هاليشن. في بلجن اسمه ديهانسر برو، هتخش على افكتس تكتب ديهانسر برو، تاخده تضيفه على ادجستمنت لاير، وفي البدايه هو بيحط لك لط هنخش نلغيه وننزل على فيلم جرين. هتلاقي فيه كذا اختيار، هتشوف ايه انسب واحد ليك. بما اني مصور بلينس يعتبر 16 ملي فحطيت 16 ملي، وننزل تحت كمان هتلاقي هاليشن. هيديك كذا اختيار، هتشغله تشغل الماسك وتشوف ايه انسب اختيار. وبس كده، دي الصوره قبل ودي الصوره بعد. قول لي ايه رايك في الكومنتات.